مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر. من المرتقب أن تشهد الجزائر نزول أمطار وعواصف رعدية بإذن الله خلال هذا الأسبوع، خاصة في نهايته، وذلك بالولايات الغربية والسواحل الجزائرية. وبحسب المرصد الأوروبي هناك توقعات بقطارات مطرية محتملة على الولايات الوسطى والشمالية الغربية للبلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. نحن في متابعة مستمرة لأي تطورات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة. ندعوكم للاشتراك في القناة فضلا، وليس أمرا ليصلكم كل جديد. وكما تشاهدون هناك احتمالات لتساقط أمطار غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة بالسواحل الجزائرية. السحب الغائمة قد تعطي بعض الأمطار المحتملة جنوب إسبانيا وبالسواحل الغربية الجزائرية بالقرب من الحدود مع المملكة المغربية. ختاما نشكركم على المتابعة، وندعوكم للاشتراك في القناة لمواكبة كل جديد حول الأحوال الجوية.